كندا علوش حكت لأول مرة اللي حصل معاها بعد رحلة علاجها من سرطان الثدي. قالت إنها خلصت كل مراحل العلاج من الكيماوي لحد الجراحة والحمد لله عدت على خير. بس في حاجة لاحظها الجمهور، وهي إنها ليه لابسة جوانتي ضاغط على دراعها. كندا ردت بكل صراحة وقالت أنا فعلا خلصت العلاج، لكن الجوانتي ده مش مجرد شكل، ده عشان حاجة اسمها الليمفيديما، ودي حاجة بتحصل لما بيتشال جزء من الغدد الليمفاوية تحت الإبط، ودي اللي بتكون مسؤولة عن تصريف السوائل من الجسم. وقالت كمان إنها بدأت تحس بالتورم بعد فترة من العملية، وإن التورم ده بقاله معاها سنة ونص، وعشان كده هتفضل لابساه طول عمرها. ووجهت نصيحة لكل ست عملت نفس النوع ده من الجراحة، وقالت لو لاحظتي أي تورم في الدراع لازم تروحي لدكتور الأورام وتتأكدي من إنه ليمفوديما، عشان ليه علاج وتمارين معينة. وكمان لازم تلبسي أربطة ضاغطة زي الجوانتي ده اللي أنا لابساه عشان يساعد الجسم يصرف السوائل. قالت كمان لازم ألبسه طول الوقت، ولما بشيله بحس بإحراج من شكل إيدي المنتفخة. وكمان لازم أخلي بالي من أي جرح أو لسعة، لأن الشفا عندي بياخد وقت طويل.